بالنسبة للتحكم في حجم الوجبات الموضوع بسيط جدا. انت دلوقتي لما تيجي تاكل قسم الاكل بتاعك. بمعنى ايه؟ انا شايف ان انا لما باكل طبيعتي باكل كمية كبيرة، الكمية اللي قدامي مهما كانت موجودة يعني مهما كان حجمها أنا لازم بخلصها. فحضرتك هتعمل ببساطة جدا، ابدأ أكلك بكوباية أو كوبايتين مية، هيحسنوا لك معدل الحرق وهيتحكموا لك شوية في شهيتك أو هيملوا لك جزء من المعدة، فهتحس إن أنت كمية الأكل اللي أكلتها مش كبيرة قوي. النقطة التانية، حاول تنظم الوجبة بتاعتك. يعني التنظيم بمعنى إن أنا هبدأ بإيه؟ ابدأ دايما بطبق سلطة. طبق السلطة حجمه كبر حجمه قل، ده يعني حتى لو حجمه كبر معاك نسبة السعرات بتبقى قليلة جدا، والفيتامينز والمينرالز اللي فيه بتفرق معاك بشكل كبير على مستوى معدل الحرق والصحة العامة والبشرة والشعر. تالت حاجة، هتبدأ ان انت تاخد صنف البروتين اللي قدامك سواء بروتين نباتي او حيواني، فحاول ان انت تخليه تالت حاجة. وبعدها تبدأ تشوف هتاخد خضار، هتاخد اللي هو طبيخ يعني أو رز. خلي الكميات قليلة وحدد لنفسك كمية. الشيرنج في الأكل أو إن الأكل يتحط كله في وعاء كبير الكل يأكل منه، ده هيخلي فرصة كبيرة لمريض السمنة إن هو يأكل بكمية كبيرة ومش عارف هو أكل قد إيه. وعلى فكرة برضه بتبقى مشكلة في مريض النحافة، لأن هو ساعتها ممكن يأكل حاجة بسيطة ويعتقد إن هو أكل. ففي الحالتين أنت لازم تحدد لنفسك كمية الأكل قدامك.